السلام عليكم، عاملين إيه يا حبايبي؟ يا رب يكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله زي ما انتم شايفين كده الطحينه الروعه بطريقه بسيطه وسهله جدا، ما بتاخدش وقت. هنعملها معاكم بابسط طريقه وموفره جدا. كيلو الطحينه وصل 150. قلنا النهارده نعمل ان شاء الله الطحينه دي معاكم. هنخش على الفيديو، نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الطحينه الجميله دي ازاي. وكان سبب يا حبايبي من عمل لي طحينه النهارده، ما كانتش متوفره عندي طحينه، وكنت عامله اللي هو سلطه بابا غنوج. فايه محتاره اجيب طحينه منين، وما كانش حد عندي يعرف ينزل يشتري. كان عندي شويه سمسم على شويه سوداني، وطبعا دي متوفر في كل بيت. فقلت بقى لا، اقوم اعملهم بسرعه كده ان شاء الله وبطريقه سهله، وعملتهم بفضل الله وسعفوني، لان انا من عشاق الايه اللي هي سلطه بابا غنوج. فعملتها بفضل الله وكانت جميله جدا، وطبعا باقل التكاليف. انتوا عارفين سعرها غالي جدا، الطحينه طب وليه 150 جنيه؟ طب وليه؟ طب ما انا ممكن باقل الامكانيات اللي عندي، ده كوبايه من السمسم على كوبايه من السوداني على كوبايه دقيق عملتها، وهوريها لكم بطريقه بسيطه جدا وسهله، ما بتاخدش منك وقت وموفره في نفس الوقت. ماشي كده يا حبايبي؟ فان شاء الله نخش بقى على الطريقه بتاعتنا الجميله كده. بوريكم كمان طريقه تزيين سلطه الايه، طبق السلطه كنت عملته معاكم قبل كده على القناه. دي حاجات من مشهيات وفاتحه للشهيه في الاكل، مع شويه بطاطس، مع طبق مثلا. لو انت هتعملي بتاع ده كفته مشويه، لو هتعملي اي حاجه، طبق السلطه ده او طبق سلطه بابا غنوج بيبقى محتاجينه في كل اكله من اكلاتنا. فده الطبق بتاعي يا حبايبي اهو، مع الطحينه اللي عملتها معاكم. ان شاء الله نشوف عملنا بقى الايه اللي هي الطحينه دي بمقادير قليله جدا. طالع لي منه برطمان امتنان كيلو، وزنته معاكم برضو هتشوفوه حنا في الفيديو. وربع كيلو طحينه تانية، يعني كله 185 جنيه. سعره الحقيقي احنا ما كملناش 30 40 جنيه، وعملنا البطرمان الكبير دوت. وشكل طبق السلطه بتاع بابا غنوج جميل جدا، والطعم ما اقولكيش عليه. ان شاء الله يا حبايبي تخش معانا على الفيديو ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. ما تنسوناش اللي وصل معانا لحد هنا اللايك والاشتراك في القناه الناس الجداد، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. ان شاء الله نسمي الله تاني ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونخش على الفيديو نشوف عملنا ازاي. نبدا ان شاء الله يا حبايبي ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونبدا بقى ايه. جبت اهوت يعتبر ربع سمسم، ربع كيلو دقيق، وهنا ايه ربع ايه سوداني. وده اللي هنعمل بيه ايه ان شاء الله. نخش بقى كده على الخطوات بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه جبت طاسه اهي، وهبدا ايه احمر المقادير بتاعتي. هجيب الطاسه وابدا احط فيها ايه الثلاث اصناف دول ونحمصهم على النار. هبدا بقى كده ايه افرغ كل المقادير بتاعتي اهي. ونفس الايه السمسم. تمام كده يا حبايبي. هنبدا بقى نحطهم ايه على النار، وهنمشي مع بعض خطوه بخطوه. كده يا حبايبي اهو حطيتهم على النار، ولعت النار اهي. وهبدا بقى ايه ابدا اقلبهم. تحميصهم ده مفيد جدا، لان بيطلع الرطوبه اللي فيها. تمام كده. هفضل كده احمرهم، مش هحمر الدقيق. انا بس يعني تشم ريحه السمسم وريحه السوداني بدا يطلع كده، عشان ايه يبقى كمان معاكي بتطلعي منه الرطوبه، عشان هي ضاره بالنسبه لجسمنا. وفي نفس الوقت كمان ايه بتحمصي السمسم، بتطلعي منه الزيوت بتاعته اللي فيه. فلما بتيجي تطحنيه في الخلاط او في الكبه بيبقى سهل معاكي، بيكون متحمص وسهل انك تضربيه على طول، وبيكون بدا ايه يبقى سهل الزيوت اللي فيه تطلع. تمام كده يا حبايبي. فانا هفضل بقى اقلب بيه كده شويه، يمكن 10 دقائق لحد ما احس كده ان ايه ريحه السوداني وريحه السمسم بداوا يطلعوا معاكي. تمام. عشان ما اطولش في الفيديو هبدا بقى احمص فيهم شويه، واوريكم برده كل ايه لقطه كده شويه يكون فيها تغيير هوريها لكم. انا شغاله برده يا حبايبي في تقليب اهوت. بدات الريحه تظهر عندي شويه، ريحه السمسم وريحه السوداني. المهم ما احرقش الدقيق، مش هنعمله احنا مكرونه بشاميل ولا حاجه دي بتاع البشاميل. لا لا لا، انا باخد بالي وبقلب وانا ايه محرصه. انا بس عايزه زيت السمسم يظهر لي الريحه بتاعته، وعايزه كمان ريحه السوداني. تمام كده. ده عشان هيساعدني في عمل ايه اللي احنا هنعملها دلوقتي. متهيألي انتوا خدتوا بالكم اللي احنا هنعملها بالايه بالاصناف الثلاثه دول، وبيقولوا عليها سعرها بقى 150 جنيه. فاحنا باقل التكاليف بنعملها. تمام يا حبايبي كده. ودي بنحتاجها في كل حاجه، يعني بتدخل عندنا في اكلات كتيره جدا. فقلنا نعملها النهارده معاكم، وابسط التكاليف وباقل الامكانيات، وموفره بالنسبه لك انت. مش هتكلفك كتير جدا، مهما قورنت بالسعر بتاعها اللي بره هتلاقيها موفره بالنسبه لك جامد. تمام. وبتقعد معاكي فتره طويله.
كده بقى ايه، كده خلاص بدأت تتحمص معايا اهيت. تمام. كده بسيبها كمان 5 دقايق كده وايدك شغاله فيها برضه. كده حبايب بقى خلاص هبدأ. بص دي بدأ يعمل ازاي. فهبدأ بقى خلاص اطفي عليها، ومش هسيبها في الطاسه ان الطاسه سخنه. هبدأ افرخها في حاجه بحيث انها ما تتحرقش تقعد فتره طويله في الطاسه. تمام كده. هفرخها بقى في طبق. انا كده يا حبايبي فرختها خلاص اهوت. بص لونها بدأ يتغير ازاي. هسيبها بقى تهدى شويه، وما تسيبهاش في الطاسه عشان ايه الطاسه بتبقى سخنه فممكن تحمرها وتحرق اكتر. خلصتي تروحي مفرغاها في اي طبق. تمام كده عشان ايه تبدا بقى تبرد براحتها. اول ما خلاص كده تبقى سيبها 5 دقايق بس تهدى، وبعد كده نشوف الخطوه اللي بعد كده ايه. كده بقى جهزت الحاجه بتاعتي اهي، وجهزت البطانيات. جهزت البطانيه اللي هعبي فيها. تمام كده يا حبايبي. وجهزت الخلاط اللي هعمل فيه احلى ايه طحينه ان شاء الله باذن الله وباقل التكاليف. ادي الايه الخلاط بتاعي. وانا مخليه واحد طبعا للحاجات اللي هي الايه السكر، واحده مطحنه للحاجات بتاعتي اللي هي ما فيهاش بقى ايه كمون وفلفل والكلام ده كله. فهعمل فيها ايه، هحط فيها هي الايه الخليط بتاع السمسم مع الدقيق مع السوداني. وهنبدا نضرب الاول كده في الايه في المطحنه حبه بحبه كده اهمت. طبعا انتوا عارفين الطحينه دي لا غنى عنها في البيت طبعا. سلطه بابا غنوج ما بنستعملها في كل حاجه. لو انت هتعملي شاورما تحط عليها طحينه. حاجات كتيره جدا لا غنى عنها في البيت بصراحه. طبعا مع سعرها الغالي ده ما حدش طبعا يعرف يجيبها دلوقتي. فانت بتوفري انك بتعمليها ببيتك وبحاجه نظيفه، وانت حاجات ضامنه الحاجات اللي انت حاطاها. هضرب الحاجات دي بقى عشان ما اطولش عليكم، وبعد كده نرجع مع بعض تاني. تمام يا حبايبي كده. انا طحنت الحبه بتوع الايه الاولانيين اهمت. هبدا بقى افرغ ايه، هشوفهم بقى طحنوا كويس ولا لسه محتاجين تاني يطحنوا تاني. انا لسه اشوفهم اهو. شايفه ان فيهم لسه اهي في الطحن، وفي حبه منهم ما اتطحنش، فانا هرجعهم تاني مع دول اللي كانوا على الوش بتاع المطحنه. تمام. بص كده لازم تخليها اهي ناعمه خالص. ممكن تقلبيها تاني وتديها طحنه برضه عشان يبقى ايه يديكي نتيجه كويسه وبسهوله. الطحن ازاي ما خدش مني وقت. هعمله تاني. ويا ريتك ما تكبسيش الايه اللي هي المطحنه. خلي حبه بحبه عشان ما تسخنش برضو منك. تمام يا حبايبي اهوت. هو عندي الايه الكميه اهي شايفينها نعمت اهي. بس انا برضو هديها طحنه تانية. تمام. وارجع لكم تاني كده يا حبايبي. المره التانية اهي بقت ناعمه مش محتاجه بقى حاجه تانية. هبدا افرخها اهوت وناخد بقيه الكميه. تمام كده. اللي هخلصها احطه وبعد كده نشوف الخطوه اللي بعدها ايه. ما تنسوناش اللي وصل معنا لحد هنا ما تنسوناش تعملنا لايك واشتراك في القناه ان شاء الله فضلا وليس امرا عشان يوصل لكم منا جديد كل جديد. وكمان عشان يا حبايبي ايه برضو تعم الفايده لكل اللي يخش على فيديوهاتنا يتفرج عليها. تمام. فما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناه عشان انتوا عارفين اللايكات دي هي اللي بترفع الفيديو. وجزاكم الله كل خير. تمام كده. هعمل حبه الباقيين. بص بحط نص بس المطحنه وبعد كده ايه اطحنهم. تمام. هنكمل بقيه الكميه واوريكم. يبقى عملنا الكميه اهو. بصوا عامله ازاي اهي. بقت عامله زي الحلاوه الطحينيه اهيت مفروله خالص ما فيهاش اي حاجه بقت ناعمه. هنبدا بقى الخطوه اللي بعد كده. هنجيب الخلاط بتاعنا. تمام كده. الخلاط اهو هجيبه وابدا ايه احط كوبايه زيت. احط حبه زيت بس في الاول عشان يشغلوا لي الخلاط. تمام. جبت انا الخلاط اهوت وعندي ازازه الزيت اهي عشان هي تشغل لي الخلاط. هتحطي الاول الكوبايه هي هملاها بس عباها زيت واوريها لكم. تمام يا حبايبي. حطها في الخلاط. ما تحطيش في الخلاط اللي هو السمسم على الحاجات دي كلها احنا طحناها مع بعضها عشان ما تبوظش الخلاط. لازم تحطوهم تدريجيا. تمام كده. هبدا بقى ايه احط الخلاط بتاعي. اجيبه قدامكم دوت وهبدا بقى ايه اشغله ونحط حبه بحبه. تمام يا حبايبي اهو. هو غطيه الاول كمان. هغطي الخلاط بتاعي وهبدا تدريجيا بقى احط الايه الطحينه بتاعتنا معلقه بمعلقه كده ونضرب ايه بالراحه على مهلنا. انا كده يا حبايبي كتمت الصوت طبعا. انا بضربه في الخلاط قدامكم. كنت بحط معلقه معلقه كده عشان ايه مع التقليب المستمر
عشان كلها ايه، كل المقادير كلها تطحن مع بعضها. واهم شيء بتحط الزيت الاول، وبعد كده تحط الايه، تضيفي الايه، الخليط بتاعنا احنا عملناه تدريجيا حتى يتماسك، تحسي هو متماسك كده كويس. وبعد كده ايه، هطفي بقى الخلاط ووريكم. يبقى لازم نحط الزيت الاول عشان يشغل الخلاط، ما احطوش كده الاول الطحينه وبعد كده احط الزيت، لا بتحط الزيت عشان يشغل الخلاط، عشان ما يجراش حاجه للخلاط. تمام، هكمل واوريه لكم. بصوا يا حبايبي الطحينه، الطحينه دي ولا مش طحينه؟ بص كده، تمام كده اهي. شايفين عاملين ازاي؟ عايزين تخففوها هنزود في الزيت، مش عايزين تخففوها هتخليها زي ما هي تقيله كده. تمام كده يا حبايبي اهي. هفرخها بقى في البطرمان ونشوف الكميه بتاعتنا اللي احنا عملناها. هنزلها لكم اهي. تمام كده يا حبايبي اهي. بص شكل الطحينه عامل ازاي. في حاجه تانية، عايزين الطحينه تبقى لونها محمر، بتحمري السمسم بتاعك وبتحمري السوداني. لو انت عايزاها طحينه غامقه، يبقى في الطحينه الغامقه هتحمري السمسم وتحمري السوداني. تمام، وبرضك معانا الدقيق. مش عايزه الطحينه حمراء وعايزاها بيضه، يبقى زي ما قلت لك بس يا دوب بتطلعي منها الرطوبه. ماشي كده يا حبايبي، وتخلي الايه، السوداني بتاعك مش محمر قوي. تمام، شايفين بقى الطحينه بتاعتنا عامله ازاي؟ ان شاء الله يا رب طريقتنا تعجبكم. وما تنسوناش من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وكلمتين حلوين كده من كومنتاتكم الحلوه والتعليقات الجميله اللي بتكتبوها لنا، عشان الايه بتفرحنا وبتدخل علينا السرور كده. إيه إيه، ودي كانت ايه طريقتنا النهارده. حابب اعمل طحينه هفرخها بقى بطرمانات ونوزنها واقول لكم ايه عملت معايا كميه قد ايه، ووفرت معايا مع ثمنها ال 150 ولا لا. تمام، وادي يا حبايبي البطرمان انا جبته اهوت، وهنحط في الطحينه وهنوزنه وهو نشوفه هياخد قد ايه. تمام يا حبايبي كده. بص بسم الله ما شاء الله الطحينه ادي. بص البطرمان اللي هو الكيلو بتاع امتنان كده يا حبايبي كده. تمام كده، ادي كيلو اهوت لوحده ب 150 جنيه. وبص البطرمان الصغير كمان، يعني يعتبر كيلو وربع. تمام كده يا حبايبي. البطرمان اللي هو الصلصه اللي هو ربع كيلو هنوزنه برده ونشوف هياخد قد ايه اهوت. تمام يا حبايبي كده. يبقى عندنا كيلو طحينه اهو عملناه. احسبي بقى ايه، ربع كمان اقل من ربع، ربع سمسم، ربع سوداني، وربع كيلو دقيق. يعني هو يعتبر ايه، بالبتاع المعياري، المعلقه المعياريه يعتبر ما يكملش 200 جرام دقيق. عملنا بيهم كيلو. شوف الدقيق كيلو كله ب 18 جنيه. شوف عملنا قد ايه، ما كلفتناش اي حاجه. ومش هقول لكم على الطعم وعلى الريحه بتاعتها. بص الطحينه عامله ازاي يا حبايبي. بص الطحينه عامله ازاي. زي ما انا قلت لكم، عايزين تخففوها عايزين تتقلوها زي ما انت حابه، بتحط الزيت، بتضيف لها الزيت. عايزاها تقيله خفيف الزيت. واهم شيء انك تشغلي الخلاط الاول، تحطي الزيت وبعد كده ايه، نبدا نحط الايه اللي هو الطحين اللي هو السمسم مع السوداني مع شويه الدقيق تدريجيا. وتسيبي الخلاط يشتغل عليه، تطفيه شويه وتشغليه شويه. تمام كده. كانت الطحينه بتاعتنا النهارده. وانا بالمناسبه دي كنت عملت بقى ايه، ده اللي خلاني اعمل معاكم الطحينه النهارده اهوت، ان انا من عشاق اللي هي الايه، سلطه بابا غنوج. فما لقيتش عندي طحينه اعمل ايه، فجبت السوق المقادير بقى دي كلها كانت متوفره عندي من ساعه رمضان. السوداني واللي بصراحه ما كلفتنيش اي حاجه، السوداني والسمسم والدقيق طبعا متوفر في كل بيت. فالحمد لله ما كلفتش اي حاجه. هعمل لكم طبق السلطه حالا بقى بتاع سلطه بابا غنوج، واوريكم بقى الطحينه بتاعتنا النهارده مع السلطه وبطريقه جميله قوي. ماشي يا حبايبي، هوريها لكم حالا بعد ما اعملها. وما تنسوش بقى تقولوا لي ايه رايكم فيها. وده حبايبي بمعيار اهوت بتاع الميزان. وادي بطرمان الطحينه اهوت، هنوزنه قدامكم اهو. يبقى عامل كام يا حبايبي اهو. يبقى عامل كده قد ايه، كيلو بالظبط، كيلو وربع طحينه. شوف هيبقى بكام. الربع كيلو لوحده بيعمل 150، يبقى 75 ونص، 45، 75 نصهم 35 جنيه يعني 185 جنيه باقل التكاليف. يبقى احنا وفرنا ولا لا، في وقت طبعا ايه الظروف كلها عند الناس صعبه. يعني حتى لو انت هتجيبي هاتي ب 10 سمسم بقى، على ب 10 سوداني، على مش عارفه 10 جنيه دقيق 30 جنيه، وهتعملي لك برده شويه طحينه حلوين جدا. فده بالنسبه لك موفرين. ان شاء الله يا رب تعجبكم طريقتنا اهو النهارده اللي عملناها معاكم. تمام يا حبايبي اهو، بطرمان وبطرمان. تمام كده. ان شاء الله تعجبكم الطريقه بتاعتنا اهيت.
ادي نص البطرمان الصغير. تمام يا حبايبي اهوت، وانت زي ما انتم شايفين ووفرنا وكمان ايه حاجه نظيفه انت عاملاها ببيتك، وعارفه المقادير وعارفه الزيت اللي انت حطاه. تمام كده يا حبايبي. هنا بتاعتنا يا حبايبي اهوت، وزي ما قلت لكم تاني اهي، بص الشكل بتاعها. تمام كده، حبيت اوريها لكم تاني. رائع 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 فعلا، نظيفه، والطعم والريحه بتاعتها حلوه قوي قوي. ان شاء الله جربوا طريقتنا، ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وتقولوا لنا ايه رايكم في الطحينه الجميله دي. وده السبب الرئيسي اللي خلاني عملت الطحينه النهارده، هو طبق سلطه بابا غنوج اللي انتم شايفينه ده، هو اللي شجعني بصراحه ان هم اعمل الطحينه، وكانت المقادير متوفره عندي، فالحمد لله سهل، ما كلفتنيش اي حاجه. طبعا هي التكاليف كلها مش كلفتك 30 40 جنيه، وتعملي كيلو ب 150 جنيه، واساسا كمان معاهم ربع تاني يعني 185 جنيه. ودي طبعا حاجه من المقبلات الجميله قوي اللي بايه بتبقى كل جنب وجبه طبق اللي هو سلطه بابا غنوج، او طبق سلطه الطحينه، ودي حاجه ده غنى عنها وباقل التكاليف طبعا. فانا عملتها مع الدقه بتاعت تيتا روكا، فكان طبق جميل جدا بقى بجانب الاكل اللي احنا عملناه. ان شاء الله يعجبكم الفيديو بتاعنا، وان شاء الله ما تنسوناش بقى تقولوا لنا ايه رايكم في التعليقات، واللايكات اللايكات اللايكات حبايبي وبناتي، ما تنسوناش في لايكاتكم، لان احنا مش بنعلى الا بيكم، وجزاكم الله كل خير. بحبكم في الله، وهتشوفوا بقى طبق الايه سلطه بابا الطحين، بابا الطحين، سلطه بابا غنوج الجميل ده بالايه بالتشكيله بتاعتي البسيطه. ان شاء الله تعجبكم يا رب ان شاء الله، وتقولوا لنا ايه رايكم. تمام يا حبايبي كده. هنا بقى خلاص بدات، خلاص عملت سلطه بابا غنوج، وبدات بقى شويه فلفل عندي الوان، بدات اشكل بيه الطبق، وكان بصراحه حلو، وعلى شويه عصره ليمون على شويه خل بقى، انتوا عارفين شويه كمون، اهم شيء الكمون، وشويه الزيت الحلوين، وشويه الطحينه اللي احنا عملناهم. وكان طبق جميل قوي مع الايه بجانب الوجبه اللي كنا عاملينها. وقلت لازم اعمله لكم النهارده عشان يبقى الوجبه مكتمله، الطحينه اللي احنا عملناها بايدنا مع ايه طبق السلطه الجميل الرائع ده. تمام بقى كده، هسيبكم كده تشوفوا بقيه الطبق سلطه الطحينه اللي احنا عملناه بالطحينه اللي احنا عملناها معاكم دلوقتي، وان شاء الله تعجبكم، ويعجبكم كمان الطحينه اللي احنا عملناها معاكم حبايبي. تمام. تمام. هبدا بقى ازوقه في طبق واحطه لكم واوريه لكم. وده طبقنا النهارده حبايبي اهو، وهنشكله بقى مع ايه الشرايح بقى الفلفل كده الالوان. تمام يا حبايبي كده. وده كان ايه طبقنا النهارده بقى في ايه في يوم الطحينه. تمام كده يا حبايبي، هوريه لكم بقى بعد ما يخلص. وده حبايبي طبق الطحينه وسلطه بابا غنوج مع الطحينه اللي احنا عملناها معاكم النهارده. يا رب ان شاء الله يعجبكم طريقتنا، وما تنسوناش طبعا من اللايك والشير واشتراك في القناه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.